لسه مكملين سلسلة الأمثال المصرية والعوايد والتقاليد في مصر. خليكم بقى معايا علشان هتلاقينا احنا كمصريين بنتكلم 99% من أمثال شعبية واحنا متوارثينها من أجدادنا. خليكم بقى معايا لآخر فيديو عشان كمان أقول لكم على عوايد وتقاليد مصرية. الزغروطة المصرية، احنا عايزين نعرف ايه الزغروطة دي معناها ايه؟ الزغروطة هي معناها بتعبر عن فرح المصريين، بيكون في فرحة في نجاح، فبيعملوا يعملوا لسانهم يمين وشمال ويطلعوا أصوات. طيب هي ليها قصة؟ أيوة هي ليها قصة. قصتها في اختلف روايات فيها، بيقولك هي أصلها طلعت من النوبة. النوبيين هم أصل الناس اللي هم كانوا يطلعوا الزغاريد دي بيعبروا بيها عن فرحتهم، فبدأت إن هي تنتشر لحد ما وصلت البلاد العربية وأولهم مصر طبعا. تاني حاجة في رواية بتقول لا ده هي أصلها بترجع لأيام العصر الجاهلي، كان النساء بيطلعوا مع الجنود في حروبهم، فكانوا بيزغرطوا على أساس إن هم يشجعوا رجالتهم عشان على الحرب، وكانوا مع الطبول طبعا يعني. وفي رواية تانية بتقول لا ده هي بترجع لقبيلة كده في الهند، كانوا بيزغرطوا علشان يرهبوا العدو، فمن هنا ظهرت الزغروطة. حاجات كمان بنعبر فيها كان بني الناس عموما بتعبر عن حاجة، عن الرفض أو القبول بحركات احنا بنعملها. طبعا انا قلت لكم عن الزغاريد، دي حاجة بتعبر عن الفرحة، ودي حركة جسدية بنعملها. من الحركات الجسدية برضو كبشر بنعملها في العالم كله، اللي هو التسقيف، ان احنا بنسقف. التسقيف ده مش مرتبط بالمصريين بس، لا بالعالم كله. طيب احنا عايزين نعرف ايه معنى التسقيف، ومين اول ناس سقفت. والتسقيف طبعا بيتعبر عن مجموعه من الناس بتتفرج على عرض، فبتعبر عن رضاها عن العرض ده فبيسقفوا. زمان طبعا المسارح والمسارح يعني والعروض كانت على ايام الاغريق والرومانيين، هم اول ناس عملت مسرحيات. فكان الناس ما كانت بتتفرج على اي عرض، فكانوا بيعبروا برضاهم عن ان هم بيضربوا رجلهم على الارض، بيصفروا ان العرض ده عاجبهم، او ان العرض ده مش عاجبهم، كان بيرموا الطماطم، يرموا كراسي، ان العرض ده وحش. فده كان تعبير عن إن الرفض او القبول اللي هو التسقيف زي ما انا قلت لكم. طيب مين اول ناس بقى اللي سقفت؟ اول ناس سقفت وعبرت يعني كانوا بيقال ان هم الاغريق، هم اللي طلعوا التسقيف ده علشان شافوا عرض عجبهم جدا، فمن كتر جمال العرض راحوا هم سقفوا. من ساعتها التسقيف ظهر من الوقت ده، من ايام الاغريق في القرن السادس قبل الميلاد، ان كان في عرض عجبهم جدا وبدات التسقيف من ساعه الوقت ده. راي المثل اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، الكلمه دي دايما المصريين بيقولوها ويعني مشهوره جدا، بس هي ليها قصه. طبعا هي ليها قصه. قصتها بيرجع ان كان في واحده ست كانت خايفه على بنتها جدا عشان ما كانتش اتجوزت لسه، فالست قررت ان هي تاخد بنتها وتروح عند واحده اللي هي بتعمل الودع ده عشان تشوف حظ بنتها. فالست وهي بتضرب الودع معاها طبعا الزلط الطوب ده ومعاها جردل كده، فحطت الزلط 3 زلطات كده وحطتها جوه الجردل، او يعني حاجه كده زي جردل كده، وراحت قلبت الجردل وطلع من الجردل ده 3 طوبات او 3 يعني حصوات كده صغيره. فراحت الست اللي هي البدويه اللي هي بتعمل الودع قالت ان هي بختها تبقى زي بختك، فمن ساعتها قالوا اقلب الجردل على فمه تطلع البنت لامها، هي اصلها كده. المثل امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك. المثل المصري ده مشهور جدا، بنقوله دايما الناس ان انت تمشي صح كده علشان ما حدش يمسك لك زله يعني، فمشهور جدا. وعايزه اقول لكم ان انا كنت قلت لكم طبعا 99% كمصريين بنتكلم امثال شعبيه، واللي انا بقوله ده المثل ده هي ليها قصه، هي ليها قصه. كان في 2 بيتخانقوا مع بعض واختلفوا في موضوع لدرجه ان هم اتعاركوا مع بعض، والاولاني كان راجل يعني كويس وبيتقي الله وماشي بما يرضي الله، التاني كان عايز ينتقم منه، عايز يمسك له اي حاجه علشان يوقعه في الغلط، فقعد يدور له على اي حاجه وحشه ما عرفش يوقعه، وامشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك. على رأي المثل القرد في عين امه غزال، بنقوله دايما للامهات اللي هي بتشوف
ولادها حلوين بقى واوعى ما فيش حد زيهم. فنقول لهم بقى اصل القرد في عينهم غزال. هي ليها قصة؟ أيوة هي ليها قصة. قصتها بيرجع لخرافة قصة اسمها أيسوب يعني. بيرجع للإله جوبيتير إن هو كان قاعد على كرسي وطبعا هي دي قصة خرافة. بيقال يعني إن جوبيتير اللي هو الإله ده قاعد على كرسي وجمع الحيوانات الجميلة زي الزرافة والأسد بولادها علشان يعمل لهم مسابقة مين أجمل ولاد الأسد، ولاد الأسد ولا ولاد الزرافة كده يعني، ولا ولاد الفيل تقريبا، وكان الفيل معاهم. ففجأة طبعا لسه هيحكم بعد ما المسابقة خلصت، لسه هيحكم. فجت قردة بابنها بتجري وقالت لا انا من حقي ان انا اشترك في هذه المسابقة. فكله بص عليها كده وقعدوا يضحكوا عليها، ومن هنا طلعت اللي هو المثل المشهور القرد في عين امه غزال.